محمد بيسألنا بيقول ايه اللي اتغير بين ماتش المودرن فيوتشر والنجاح الساحق قدام فاركو. السؤال ده حلو يا محمد، بس انا هاخدك لمنظور تاني واشرحها لك بمنتهى البساطة. دلوقتي الاهلي اول ماتش ليه في الدوري او خوسيه ريبيرو اول حاجة فكر فيها ايه هي؟ قال لك ايه يا عم في ماتش فيوتشر؟ قال لك هنلعب ب3.5 ملعب، هننزل رضا محور ارتكاز، جنبه بن رمضان، وقدامهم صانع العاب مين؟ قفشه، وجناحينك تريزيجيه زيزو وشريف. الاهلي لما جرب يلعب بالتشكيله دي هو الشوط الاول خرج 0-0، مفيش هجمات، مفيش خطوره، مفيش اي حاجه. ليه؟ عشان انت بتلعب اغلب فرق الدوري المصري هي بتلعب بتكتل، بتكتل ورا، فاهم؟ خلاص احنا هندافع، فانت لازم تنزل من بدايه الماتش مهاجم. فتيجي تبص مثلا على ماتش فاركو هتلاقي ان الاهلي غير الفكره دي. قال لك بس احنا ننزل بديانج نص ارتكاز، جنبه بين رمضان، ونزل لي باربعه كده، ايه منهم ثلاثه اجنحه وقدامهم راس حربه. لما عمل كده الاهلي، لا هاجم يا باشا، نزل من الاول. قال لك انت هتتكتل عينيا ليك، بس انا هدخل لك جوه الصندوق براس حربه وجناحين. اول ما هتتلعب التعريض من الاجناب جون على طول يا باشا، وهتلاقي الاهلي بالظبط. الجون الاول جه من عرضيه من هاني، دخل بالهيد شريف جون. الجون الثاني بن رمضان عرضيه، زيزو هيد جون. الاهداف كلها كده، فاهم؟ بن شرقي برضو دخل لجوه من الجنب، هوب بصاها في العمق، كان زيزو موجود شوطه جون. فهي الفكره كلها ايه؟ ان الدوري المصري اغلب الفرق بتدافع، فانت لازم تهاجم، لازم تنزل براس حربة واجنحه وتزود. ما تنزلش ب3.5 ملعب، ما تفكرش تلعب ب3.5 ملعب. بصراحه ريبيرو اول ما لقي اول ماتش كده قال لك لا يا باشا، لا يا باشا، انا مش هستنى، مش هجرب، انا هنزل بنجومي، هنزل ادك من الشوط الاول، ما عنديش اي حاجه غير ان انا ههاجم. هو كده كده هيدافع، هي معروفه، اللي هيلعب قدام الزمالك او الاهلي او بيراميدز بيدافع، فانا هباخد، انا ههاجم، انا هفتح الخط والاجناب واديله. ودي حقيقه، وهكذا. وبالفعل الاهلي فنش. فانا من وجهه نظري الاهلي مع روبيرو خلاص هو هيلعب، هيعتمد الطريقه دي، هيعتمد ان انا موجود طاهر وزيزو وبن شرقي وشريف، انزل يا باشا على طول، واتنين نص ملعب، فاهم؟ مش هزود 3.5 ملعب، غير لو بلعب مثلا زمالك او بيراميدز او ماتش صعب حد هيهاجمني برضه، فانا في اللحظه دي العب ب3.5 ملعب. لكن غير كده لا، انا ههاجم، اتنين نص ملعب كافي. اسامه بيسالنا بيقول ايه الفرق برضه بين الزمالك وسبب التعادل قدام المقاولين؟ بص يا اسامه، الزمالك برضو نفس الفكره، بس اختلاف ان الزمالك حاجه تاني. ايه هي؟ ان الزمالك اول ماتش هو لعب بتشكيلته نص الملعب والهجوم، هقولهم لك. لعب بشحاته ودونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر، وقدام مين يا باشا تاني؟ كان شيكو بنزا وناصر منسي. تمام تمام. عارف امتى الزمالك سجل جون؟ لما غير الطريقه، لما بدأ يطلع عبد الله السعيد ويطلع دونجا وينزل سيف جعفر وينزل معالي، وبدأ يهاجم، فاهم؟ بدأ يهاجم بمعنى صح. هي نفس الفكرة. اي فريق في الدوري المصري هو هيكتل، هو هيدافع، هو هيموت على النقطة، وهيلعبك بسلاح المرتدات، هيلعبك بالطويلة. فانت حلك الوحيد انك تنزل من بداية الماتش اتنين نص ملعب، ثلاثة لا مركزية منهم جناحين او ثلاثة اجنحة بس لا مركزية في النص، وراس حربة، اتنين اجنحة واتنين راس حربة، وانزل هاجم واديها عرضيات واديها رأسيات، فاهم؟ اصل هو كده كده متكتل، ما تفكرش تلعب معاه سكسي فوتبول وهو الناحية التانية منزل لك اشارة الدراع لتحت خالص. لو احنا متابعين بيس او متابعين فيفا بتلاقيه ايه؟ تلاقي مثلا واحد متقدم منزل لك اشارة الدفاع، وكل ما تيجي الكرة للدفاع بتاعه يروح مشتتها، وهكذا. فهو الدوري المصري هكذا، بس هو الفرق ان هو ما بيستناش يجيب جون عشان يدافع، لا هو من اول دقيقه نازل يدافع. فانت فكره هنبني ونلعب كوره حلوه وباص في التاني في التالت، لا، صعب
صعب جدا. لازم تنزل مهاجم، لازم هي نفس الفكره، لازم تلعب باتنين ونص ملعب وتهاجم يا باشا. انزل هاجم. انت الزمالك، انت الاهلي، انت بيراميدز، انتوا اقوى فرق في الدوري، فرق كواليتي جبار بين الثلاث فرق واي فريق في الدوري المصري. فمن منظور زي ما قلت لك يا اسامه، الزمالك لو ما غيرش طريقه لعبه بفكره الاربعه نص ملعب، لا مش هيلاقي صعوبه في الماتشات. هو اي نعم مش هيستقبل اهداف كتير في الدوري، بس في نفس الوقت هو هجوميا مش افضل حاجه. هجوميا هيستنى لحد الشوط الثاني ويبدا يهاجم. فانت لا، لازم من الشوط الاول تسجل، والشوط الثاني تنزل تحافظ على النتيجه وتسجل.